السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشتركين في قناة الدكتور. النهاردة واحنا في صيدلية الأمانة مع عم مختار والدكتور أحمد مهدري، حبيت أكلمكم عن موضوع مهم جدا في ناس كتير مش واخدة بالها منه، وطبعا في ناس بدأت تنساه، اللي هو الناس اللي كانت واخدة علاج فيروس سي من 7 سنين ومن 10 سنين أيام ما كان العلاج جديد نزل. طبعا معظم الناس ديت نسيت المتابعة، وطبعا مش بيعملوا تحاليل متابعة. انا عاوز اقول لاخواتنا وابهاتنا وامهاتنا يا ريت نعمل متابعه كل فتره. يعني نعمل متابعه ازاي؟ اول حاجه نعمل اشعه تلفزيونيه في مركز متخصص كل 6 شهور عشان نطمئن برضو عن الحاله العامه للكبد، ونطمئن ان مفيش اي بؤر لا قدر الله ظهرت، عشان لو اي حاجه ظهرت جديده نحاول نديها العلاج المناسب في الوقت المناسب عشان ما نسيبش الموضوع يطول زياده عن اللزوم. تاني حاجه المفروض نعمل تحاليل وظائف كبد كامله، ونعمل تحليل سيولة INR، ونعمل تحليل صورة دم عشان نتابع الصفائح الدموية وكرات الدم البيضاء وكرات الدم الحمراء. ده تحاليل نعملها من كل 3 شهور لكل 6 شهور عشان نتابع برضو تحليل الانزيمات وتحليل السيولة. تالت حاجة المفروض نعمل تحليل فيروس PCR اللي هو التحليل الكمي كل سنة، عشان لا قدر الله لو حصل اي عدوى جديده نبقى عارفين ان حصل عدوى جديده، لان طبعا مش معنى ان انت خدت العلاج اللي كده الموضوع مش ممكن تتعرض لعدوى ثانيه، لا ممكن نتعرض لعدوى ثانيه وعدوى ثالثه وعدوى رابعه، لان هو فيروس بينتقل عن طريق الدم. طبعا رابع حاجه وفي دي نقطه ناس كتير بتقع فيها والناس ما بتكونش واخده بالها، ان في ناس بتروح تعمل تحليل اجسام مضاده، والاجسام المضاده دي بتبقى ايجابيه باستمرار، وطبعا بتاع المعمل بيطربه. لازم نعرف ان تحليل الاجسام المضاده وانت واخد العلاج بيطلع ايجابي، فده تحليل لا يعتمد عليه ابدا. وطبعا حبيت انبه على ابهاتنا وامهاتنا ان الحاله العامه بتاعه الكبد لو في نسبه تليف المفروض بنشوف نسبه التليف ده قد ايه. وطبعا المريض اللي كان عنده نسبه تليف غير المريض اللي ما كانش عنده تليف، المفروض بيبقى ليه اكل مناسب للحاله بتاعته. طبعا ده بيكون تحت اشراف الطبيب المعالج للحاله. وإن شاء الله نشوفكم مرة تانية في حلقة جديدة ونتكلم عن موضوع جديد يهم الناس، وإحنا في صيدلية الأمانة مع عم مختار والدكتور أحمد مهدري، وكان معاكم الدكتور خليفة مختار خليفة، أخصائي الكبد والجهاز الهضمي والحميات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.